اهلا بيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ شايفين الجمال ده كله من اناناسية واحدة، وكاسين 3 كمان زي دول. كل ده من اناناسية واحدة اللي قدامكم دي. تمام. هنجيب اناناسية قيمة نص كيلو او زيادة شوية، المهم يعني هتصفيها نص كيلو بعد ما تتقشر وتتنضف. شايفين بقى الجمال ده؟ هنشيل بقى كل دوت البذر ده بالمعلقة. بيبقى سهل جدا، ولا توسخي ايدك ولا بتاع. طبعا في ناس بيقوموا واخدين البذر ده وضاربينه في الخلاط بميه. بصوا انا مش عايزه احط نقطه ميه، علشان لما اجي ناكل لما تيجي تاكلي الايس كريم ما يقرقش معاكي وما يبقاش فيه تلج. تمام. احنا عايزين الفاكهه طبيعيه كده بس. ماشي يا جماعه. زي ما انت شايفه كده، نضفيها وقشريها. يعني هم بيقوموا واخدين البذر، اصل البذر ما فيهوش حاجه، هو البذر فيه ميه كده بس يعني ما فيهاش اناناس ولا حاجه. تمام. اصل يقول لك ايه، ده الطعم كله بيبقى في البذر والحلاوه كلها بتبقى في البذر. ازاي؟ ازاي ده ممكن حتى كمان يمرر، يخلي الايس كريم مر ولا حاجه. يعني ما مش مقتنعه. فنضفي بقى كده القلب وقشريها. حلو. وهنقطعها. قشريها بقى كده زي ما انت شايفه. هتاكلوا حبة ايس كريم يا جماعة. يعني بصوا، طبيعية. يعني ايس كريم طبيعي، اي فاكهة بقى، عايزة فراولة، عايزة مانجا، توت. هنعمل توت برضو ان شاء الله، توت احمر. خطير يا جماعة، ايس كريم التوت ده حلو قوي قوي قوي. تمام. وان شاء الله متهيألي الجوافة هتكون طلعت ولا ايه في الصيف. اه هتبقى هتبقى موجودة ان شاء الله. بنعملها برضو. يعني ايس كريم كده بحاجات بامكانيات سهله جدا وبسيطه جدا في البيت. تجيب ايه معاك؟ ان انت هتجيبي نص كيلو فاكهه. اذا كانت وهنعمل الخوخ برضو بيبقى حلو قوي. اذا كان اناناس ولا فراوله ولا مانجا، اي نوع عندك هنشتغل بيه. بس هنقطعه، هنسيبه ايه يتلج شويه في الفريزر قيمه 4 5 ساعات كده، او يجي 3 4 ساعات. يعني انت فاهمه، يعني ما يبقاش متلج حجر. لا، يبقى ايه، يعني متلج بس إيه، يعني ماسك نفسه كده، مش يعني فيه طراوة لسه، مش حجر بقى اللي هو ايه، صلب كده، لا. ده كده هنحط في كيس اهوت فريزر، هنحطه في الفريزر قيمة 3 ساعات، 3 4 ساعات كده. وهنشوفه دلوقتي، هنطلعه مع بعض اهو. خلاص هو متلج متلج، بس شايفة انا بضغط عليه. يعني يعني ايه، طاري سيكة كده، انت فاهمة؟ علشان برضو نحافظ على الكبة اللي هنعمل فيها. وكل ده يتحط في الكبة عادي. ممكن مش عندك كبة، حط في الخلاط عادي. بس لما تحطي في الخلاط بقى انت هتحتاجي مية. يعني مش ميه، لا، ماده سائله. احط بقى حبه حليب، يعني مثلا يمشوا بس الخلاط كده. مش ميه، احنا مش عايزين بقى ايه، يعني التلج يبقى فيه الايس كريم يبقى فيه تلج ويقرقش معانا. تمام. هنحط كوبايه الا ربع ايس كريم، اسمه ايه، كريم شانتيه خام. عايزه تحطي برضو مش خام، يعني عليه سكر براحتك. انا هحط كده قيمه معلقه سكر او معلقه ونص سكر بودر، او سكر ناعم. المهم ايه، ما يبقاش سكر خشن، علشان ما فيش سوائل ان هو يدوب فيها. تمام. هنحط بقى كل الكلام الحلو ده في الكبة. هو ايه، مش حاجة. ده نص كيلو الفاكهة، اللي هو الاناناس، الاناناسية اللي قشرناها المتلجة. وكوباية الا ربع كريم شانتيه خام. ومعلقة ونص سكر بودر. طبعا السكر حسب رغبتك انت، وانا كان عندي لون طعام اخضر، يعني لون صحي يعني. فحطيت نقطتين كده. تمام. يعززوا بس اللون، هو مش هيدي طعم ولا حاجة، هيعززوا بس اللون. الاناناس معايا يبقى اخضر شوية. تمام. اعملي الحاجات دي في بيتك، يعني الحاجات دي غالية قوي بره يا جماعة الصراحة. واحنا الكبار بنحبها اكتر من الصغيرين. ونص كيلو، والله بنص كيلو هيملى لك علبة قد كده وهتاكلي. يعني هتفضلوا اليوم كله ليل نهار رايحين جايين عليها انت واسرتك. تمام. شايفة بقى هتشوفوا بس انت المطة الوقت وانا بنزله في العلبة. خطيرة خطيرة. اهو هنجيب العلبة بتاعتنا اللي هنحطها في الفريزر كده. زي ما انت شايفة بقى القوام بتاعها. شايفة القوام بفضل ايه، ان الفاكهة متلجة. وفضل الايس كريم برضو الكريم شانتيه. هننزل كل اللي في الكب. تحفة جدا.
بس نعمي بقى، نعمي وانت بتعملي في الكبة، لازم تنعمي، يعني مش تضربي ضربتين كده وخلاص، لا اضربي حلو علشان كله ينعم ويبقى قوام كريمي كده زي ما انت شايفة. صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. اتمنى يا جماعة الاشتراك في القناة بالله عليكم، الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. شايفة القوام؟ شايفة؟ احنا عاوزين المطة ديت، المطة دي حلوة قوي، هي دي الايس كريم بقى، هو ده اللي بيفرق في طعم الايس كريم وقوامه. بس هننزل بقى كل اللي على السباتولا كده، هنمسح الحروف كده، وهنقوم ايه مغطينها وحاطينها في الفريزر. تمام. هنحطها في الفريزر قد ايه بقى؟ مش 10 ساعات، لا هنحطها في الفريزر 5 6 ساعات. تمام. برضو مش عايزينها برضو جامدة حجر. تمام. احنا حطيناها هو 5 6 ساعات في الفريزر زي ما انت شايفة. وهنجيب الكاسات القمر بتاعتنا، افتحي بقى كده. طعمها حلو قوي يا جماعة، حلو قوي قوي قوي. اشتغلي بقى فراولة، الفراولة موجودة، الخوخ موجود، التوت، الكلام ده كله، الموز، كله اي فاكهة بالطريقة ديت. ومانجا، لو عندك مانجا متخزنة في الفريزر طلعي واعملي، ما تبخليش. قوام هتلاقي طعم حلو جدا. شايفة؟ هنجيب بقى معلقة الايس كريم او اي معلقة عندك، معلقة اكل عادية، وبسطي عيالك وما تحرمهمش من حاجة. براحتك اعملي بقى ايه كده بالمعلقة. زي ما انت شايف. على فكرة هي كانت تلجت كتير، يعني انا عندي الفريزر عندي بتاع التلاجة، يعني انت عارفة لو في الفريزر، في الديب فريزر مش هتلج قوي كده. فانا هسيبها شوية، يعني انا هحط واحدة كمان وهسيبها شوية كده ايه تريح سيكة كده اهو. انا سبتها، شايفة لما سبتها ايه بقت بتنزل حلوة ازاي من المعلقة. يعني بقت، يعني مش ناشفة، لا يعني ايه، بتيجي كده معاك طرية سيكة كده اهو. شايفة بتمشي ازاي في المعلقة، والمعلقة بتتملى على طول زي ما انت شايف. خطيرة يا جماعة، لون وطعم وشكل وقوام لا، جميلة. زوقي بقى، عايزة تزوقي بأي حاجة عندك، عندك أي صوص كراميل، صوص شوكولاتة، ما عندكيش حاجة خالص بتتاكل كده تحفة. عندك جوز هند، حط فول سوداني، فستق كداب، فستق صادق برضو براحتك. زبيب، أي حاجة، أي تزيين كده زي ما انت شايفة. احنا ما انا عندي حبة فستق كداب كده، إيه يعني هو من يومها كداب يعني. سامحوني بقى ان هو كداب، يعني عندك صادق حطي برضه براحتك، يعني اي حاجة بقى زي ما انا قلت لك كده حطيها. زي ما انت شايفة احنا هنعمل، شايفة بقى اللي في البلاستيك في العلبة، يعملوا 3 كاسات من دول كمان. شايفين الاناناسية الواحدة طالع منها كام شوف الكاس بس قد ايه، محطوط فيه 5 معالق. تمام. 1 2 3 4 5 همت. هنزين بقى بحبة فستق كداب كده. ماشي. عندك اي صوص حطي، شوكولاتة، كراميل، اي حاجة، اي حاجة حطيها، وهيبقى بالجمال والطعامة والحلاوة والشياكة والطعم بقى يا جماعة. ما انتوا لو بقى حاسين اللي انا حاساه، الطعم حلو قوي قوي قوي. مفيش امكانيات ايه، مفيش اي خامات انت جايباها. ده اناناسايه نص كيلو، وشوف الاناناس بقى ارخص حاجه في السوق، يعني ما شاء الله. هو بس يعني حتى كوبايه الكريم شانتيه، الكوبايه الا ربع اللي حطيناها برضو مش يعني ما هيش غاليه قد كده. شو بقى ده الكاس بس ده اللي انت ماسكاه في ايدك ده، لو انت جبتيه من الحلواني بيبقى بسعر، بيبقى بمبلغ وقدره يعني. تمام. اعملي الحاجات دي في البيت حلوة. ولو الفيديو عجبكم اتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والاعجاب يا جماعة بالله عليكم. لو الفيديو عجبكم، ما عجبكوش ما تعملوش اعجاب. وبحبكم في الله، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.